بصوا يا جماعة، شوفوا معايا الفيديو للآخر. مشتريات ال650 جنيه، خضار وفاكهة ومنظفات وبن وبسكويت ومليت البيت بالخير. تعالوا شوفوا معايا جبت ايه علشان تقدروا ميزانيتكم. اهلا بيكم فيديو جديد. يلا نكمل مشتريات شهر 12. طبعا علشان شخص واحد يجيب الكمية دي كلها فده يعني ايه انجاز. وبلفلف وبروح وباجي، فطبعا عشان اختار احلى الاسعار. مش هكدب عليكم واقول لكم رحت السوق، لا انا جبت من الاماكن اللي هي حوالينا هنا يا جماعه. فبس مثلا ايه وانا ماشيه كده الاقي واحد واقف بعربيه بيبيع برتقان، الكيلو ب20 على استفندي كده، زرعه هم بيجيبوها وبيبيعوها. الاقي كرنب، الاقي مش عارفه خس، الاقي سبانخ، الاقي ايه. فقلت اجيب شويه حاجات كده من اللي حوالينا، وبلد بدل ما اروح السوق ومشوار وكده، وعلشان برضو كمان اقدر اشيل والكلام ده. نقرب بقى لبعض شويه كده ونشوف مشترياتنا ايه النهارده. الراجل ده بيجي لنا بالعربيه بتاعته كل يوم تقريبا حد واربع، بلاقيه واقف كده في مكان معين وبيبيع. بصراحه هو بيبيع البرتقال على الاستفندي ده. هو قال الخضرة دي كمان مسكرة، فاحنا لسه هنشوف بقى الدنيا. وبنقي بقى الناعمة كده فبتبقى جميلة قوي. طبعا ايدي ملحوسة مكان بقى ما بجيب خضار وبعمل. انا لسه داخلة من باب الشقة قلت اصور لكم قبل ما اكسل. فطبعا جبت دول كانوا 5 كيلو، 5 كيلو ب100 جنيه استفندي على برتقال. طب ليه جبت 5 كيلو ب100 جنيه؟ يا جماعة أنا بجيب كل ما بيخلص بجيب الفاكهة دي، ما بتتقطعش من عندي، اللي هي الاستفندي والبرتقال طول الشتاء. زي ما قلت لكم رخيصة، وفي نفس الوقت فيها فيتامين سي وكده وحلوة. فايه اللي هيخليني ما اجيبش؟ فقلت فرصة وهو موجود هنا اجيب ايه 5 كيلو. يبقى دي اول حاجة معانا النهاردة، البرتقال والاستفندي. جبت ايه تاني بقى؟ جبت الكرنبايه دي ب30 جنيه. دي ب30 جنيه بس كبيره وحلوه. هي تقيله، تقيله اهي، تقيله خالص. شوفوا حلوه يعني كبيره، يعني هي تكفي على كذا مره. او لو انا مثلا اختي طالبه مني كرنب محشي ممكن اعمل لها كده يعني. فدي ب30 جنيه. يبقى كده 30، يبقى كده 130 عشان نحسب الاسعار بالظبط والميزانيه كام. ده بصل، ما كانش عندي بصل. كان اخر البصل المتقطع عندي كنت انا عملته معاكم في وصفة ايه، المكرونة البشاميل. تمام. فكده خلاص المتقطع خلص، فجبت شوية دول اقطعهم. دول بكام؟ دول ب35 جنيه. هو الكيلو كان ب12 جنيه. تمام. يبقى دول تقريبا 3 كيلو وشوية. فدول ايه ب35 جنيه. هو بتاع على بعضها كبيرة توزن يعني. تمام. جبت ايه تاني؟ جبت ربطة الخس دي ب10 جنيه. انا بحب قوي محشي الخس، فممكن كده اعين الورق ده اعمل حلة صغيرة على قدي. طالما كده كده هعمل محشي. كمان جبت ايه سبانخ. سبانخ لقيتها حلوة عنده فجبت منها الربطة ب10. تمام. جبت 3 ربطات حلوة جدا، وحلوه في الشتاء وبتدفي ومفيهاش سعرات وفيها الحديد وحلوه قوي. مش محتاجيني اقول لكم على يعني مميزات السبانخ، يعني هي خلاص هي معروفه. يبقى كده احنا حسبنا 130، يبقى 165 او 130 و30 يبقى كام؟ 160. 160 وده 10 20 30 40 و40 يبقى كده 200 جنيه. كده ايه 200 جنيه. طيب جبت ايه تاني؟ جبت 3 كيلو رز. سايب 3 كيلو رز على ما اجيب تاني طبعا، ده مش للشهر كله، بس ايه امشي الدنيا علشان الشيل. 3 كيلو رز، كيلو لوحده و2 كيلو لوحدهم. ده رز اهو. بكام بقى الرز؟
الرز ب28. الرز كده ب58 ال3 كيلو. البصله دي كانت واقعه اهي. جبت كوسه محشي بقى طبيخ، انا ما بحبش اجيبها صغيره قوي عشان اعرف اقورها كويس. وجبت عليها دول هديه كده مشطشطين للمحشي، فجبت دول 2 كيلو ب30. 2 كيلو ب30 يبقى كده ايه 58، نقول 60 و30 يبقى كده 90. ده ايه ده؟ لبن، كيس لبن ب30 يبقى كده 120. ودي ب17 ونص وده ب5 يبقى 120. نقول 20 برضو، 20 و5 25 و120 يبقى كام؟ 120 145. تمام. احنا لسه في ال200 التانية. جبت كمان ايه بقى؟ طماطم. الطماطم ب5، دول 2 كيلو ب10، 45 و10 يبقى 155. وبيض نص كرتونة دين يبقى كام؟ يبقى قلنا 145 و60، نقول 200 يبقى كده 400 جنيه. يبقى كده عملنا وصلنا ل 400 جنيه. جبت البنجر، جبت دول ب40 ماشي خلاص. ودول 15 خضرة و55 بن. والبسكوتة يبقى كده كام؟ يبقى 15 و55 بقى 10 يبقى 70 والبسكوتة 10. تمام. وجبت البتنجان اهو، جبت دول ب10 برضو. وبطاطس 35 وهحسب لكم تاني. والفلفل ده ب20، دول ب20، ده وده 20. تعالوا نحسب، يلا نحسب مع بعض. احنا قلنا دول كده 200 وقلنا دول كده 200 ودول كده كام؟ دول كده ادي 10 15 يبقى 25 35 هنحط هنا يبقى 40 و50 90 و40 يبقى 130 و60 يبقى هنقول ايه؟ هنقول 200. ودول يبقى كده ايه؟ انا حسبت يبقى حوالي 650 جنيه. جبت المشتريات دي كلها ب650 جنيه يا جماعة. ايه رأيكم؟ يبقى انا جبت بطاطس وجبت فلفل وجبت خضرة وبن وبسكوتة وجبت كمان بدنجان وجبت رز ولبن وطماطم وكوسة وبريل مواعين. دي الحاجة الوحيدة من الموظفات اللي انا جبتها. وبونو ده 5 جنيه. وجبت بصل وفاكهة وكرنب وخس وسبانخ. كل الحاجات اللي قدامكم دي ب650 جنيه. للي عايز يعرف ميزانية ال650 جنيه هتجيب له ايه؟ هتجيب لك الحاجات اللي قدامك دي. يعني لو معاكي 650 جنيه وعايز تنزلي السوق هتجيبي الحاجات دي كلها. طب الحاجات دي هتجيبك قد ايه؟ انت بقى اللي تحسبيها وتفنطيها وكده. هتجيبك اسبوع، هتجيبك 10 ايام، هتجيبك الشهر كله. انت اللي هتقدري حسب عدد افراد اسرتك وحسب ميزانيتك وحسب انت ترتيبك للاكلات ايه وللخضار ايه. لكن في حاجات مستمرة معاكي زي مثلا البصل، زي السبانخ ممكن تفرزيها، زي مثلا المحشي ممكن تفرزي جزء وتعملي جزء وهكذا. يبقى انت عندك الخضرة برضو ممكن تشيلي منها شوية وهكذا. في حاجات استهلاك دايم وفي حاجات استهلاك اسبوعي وفي حاجات استهلاك يومي. فمش كل حاجة هتبقى بالورقة والقلم وبالظبط. بديكي الاسعار وبديكي جبت ايه وما جبتش ايه، وبديكي الحاجات اللي قدرت اجيبها، وبديكي كمان افكار. فانت بقى نظمي امورك
في اي ميزانيه بتشوفيها على اسقطيها على بيتك. يعني شوفي انت دخلك ايه، ولادك قد ايه، صغيرين ولا كبار، عدد اسرتك كبير ولا لا، تحتاجي ايه. ممكن تحتاجي تجيبي حاجات تانية فوق دي، وانا فعلا لسه هجيب حاجات تانية فوق دي، مش هستكفي بده بس، لان انا لسه ايه، لسه لي حاجات تانية كتير وهكذا. طبعا انا حطيت الحاجه في المنظمات بتاعتها، حطيت البطاطس والبنجرتين دول، لان بقيه البنجر انا هوديه هديه لماما كانت طالباه مني. وحطيت على قد الولاد هنا كده عشان اغسلهم استفندي على برتقال. الحاجات دي يا جماعه بلدي، ريحته مفحفحه، جميل قوي قوي قوي، صحي. صدقوني يا جماعه الخضره دي قشرتها لقيتها مسكره سكريه مش عايزه اقول لكم. حطيت برضو الكوسه هنا اللي هعملها مع المحشي عشان ما تعرقش وتبوظ من الكيس، لان انا دلوقتي زي ما قلت لكم انا مسافره ان شاء الله، ولما ارجع اشوف بقى ايه اكمل شغلي اللي ورايا. حطيت الفلفل هنا، وحطيت الطماطم برضو وقرنين الفلفل دول، والخضره لما ارجع برضو اغسلها وانضفها واقطعها، والبصل اما ارجع برضو هعمله واقطعه كده. وهنا البتنجان اهوت، البتنجان ده انا مش جايباه للمحشي، انا ممكن احشي منه كام واحده كده، لكن الباقي انا هعمله مخلل. فكده ايه انا عملت الحاجه اهوت ونظمتها يا جماعه، شكلها يفرح. لسه بقى الكرنبايه هعملها لما ارجع برضو ان شاء الله باذن الله، والبتاع ده والخس انضفه. ولسه ايه تاني، بس يبقى انا كده هقور الكوسه واعمل البصل واعمل الخضره واوضب الشغل ده كله والكرنبايه والدنيا دي كلها. طبعا انا عشان مسافره عملت شويه رز ابيض لاولادي، والسمك هيجي المشوي ويتغدوا، يعملوا سلطه بقى ويتغدوا. تمام. فانا عملت الرز اهوت بعمله اهوت تمام كده، عشان ايه ابقى انا مجهزه لهم كل امورهم. طبعا المحشي انا لازم يعني اعمله في الشتاء كتير، انا بعمله في الشتاء كتير، بس بكتر خضره، بكتر بصل، بكتر طماطم، بقلل رز. هتشوفوا معايا كل حاجه ان شاء الله. بحبكم قوي قوي قوي، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، ومع السلامه.